انطلاقه من طاهر، الهدف المبكر، يريح 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 يريح، يا ولد يا ولد، بعد دقيقه محمد شريف امامنا. محمد طاهر عدى حلوه قوي، ومحمد شريف بروعه بلمسه رائعه الحقيقه من جانب محمد شريف عشان يسجل اول اهدافه الافريقيه في مشوار ورحله الاهلي في هذا الموسم. 5 اهداف في الدوري، لكن جمله حلوه وبدايه روعه من محمد شريف. يمكن الهدف من اسرع التحرك. علي معلول، راح علي حلو قوي ويرفع عينه ويعمل عرضيه، لكن المره انطلاقه مره ثانيه وحاوله المرور، عدى طاهر يا حلوه الكره الفجر، حلوه الكره والانطلاقه امامنا هنا بين محمد طاهر. سلامات لمحاولات النادي الاهلي يغير اللعب، لكن طويله وبعيده. علي معلول عملها حلوه قوي، لكن طويله. ولا طاهر بيعدي براحته من اللاعب امامنا اهو. عدت من شريف، محمد هاني وتسديده، وترتد كره حمدي فتحي من باطن العارضه. حمدي فتحي وترتد كرة هدف. حمدي فتحي يا على الكرة دي، حمدي فتحي امامنا اهو اللي كان ممكن يسجل في مدرب المساعد. وتبديل امامنا اضطراري بدخل احد نجوم سان داونز، طبعا فاز معاهم بالدوري ابطال. وايضا راسيه، المره دي حلوه المره دي بقى مين؟ احمد الجندوسي. لسه بقول لحضراتكم من اللعيبه اللي بيطلبوا الكوره وطلبها الحقيقه وجات له حلوه قوي، تحول الكوره براسه. طاهر يصنع هذه المره ايضا، واحمد الجندوسي في وسط الحصار الدفاعي الهش الضعيف يحول الكوره بضربه راس رائعه. احمد الجندوسي يسجل اول اهدافه مع النادي الاهلي. احمد الجندوسي امامنا بيسجل اول اهدافه مع النادي الاهلي. لكن بص امامنا هنا التحرك ده علي هل هو مصاب؟ هل هو مستبعد؟ لكن طبعا يعني مارسيل ان عنده انسجام وتوافق سريع مع زملائه. بيرسي تاو في المباراه 2 لا شيء للاهلي. على طول الكره عاليه، الخطير امامنا هنا اللاعب بيتشنت وصاو. ادي وصاو سجل 3 اهداف، سجل في مرمى اليوباردز، وسجل في لقاء 1-3 امام ساندر المره دي. وعدى كوره ابراهيم بقى مرت منه الكره العرضيه، محمد شريف وراسيه بيرسي تاو. الراسيه المره دي، لكن فين راسيه المره دي؟ امامنا هو محمد عبد المنعم ارتقاء رائع، سجل في المونستير وسجل في مرمى سان داونز، وسجل في النسخه الماضيه كان في محمد طاهر. عدى حلو طاهر، عاملها حلوه قوي يا ولد العرضيه. الاتحاد هذا الموسم سجل في طلائع الجيش تسديده، لكن بدون عنوان. تسديده امامنا اهو من كاسالي 38. الجندوسي يلعبها لعلي، حلوه قوي، رافت يا ولد مسكت ختام رافت خليل يسجل. لكن الجمله حلوه ما بين علي معلول والجندوسي، وبروح رائعه الحقيقه من علي معلول كان ممكن يسجل، لكن كره تكافئ رافت خليل. بقول لحضراتكم تذكروا هذا الاسم، رافت خليل في شهاده ميلاد مولد نجم جديد للاهلي هو رافت خليل البديل، اللي بيسجل في الدقيقه 90 هدف ثالث للاهلي. 3 نقاط و3 اهداف، ورافت خليل يسجل امامنا في هذه اللحظات. وسعيد اكيد رافت 19 سنه يسجل